نعم، كلنا مع الفريق الوطني القرفالي الذي سيشرفنا اليوم إن شاء الله في هذه المباراة التي تقال عنها تاريخية إن أمكن ذلك. نرحب بضيوفنا الكبار مباشرة بالمدرب القدير مدرب شديد قبائل إغيل مزيان، وكذلك يحضر لنا هذه المرة ضيف من العيار الثقيل لم يكن هنا معنا لولا الإرادة التي تحلى بها وحضر معنا هذه المقابلة السيد مورينيو مدرب ريال مدريد، وكذلك لا ننسى فضل شيخ المدربين ومدرب الفريق الوطني السابق السيد شيخ رابح سعدان الذي هو كذلك معنا هنا. وأحيل الكلمة مباشرة للسيد مزيان إغيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع نتاعي على التشكيلة الوطنية القرفالية نجد أنها تنظم اللاعب المحترف في نادي هذاك نتاع البارسا البشير. انا عندي اعتراض على البشير على خاطر نورمالمون هو كي متزوج يعني عنده ارتباطات في العمل في حياته الزوجيه، ما يمكنش باش يلعب هنايا على خاطر يكون المخ نتاعو لهيه وماشي في الصاد. والان شكرا اخ مزيان على هذه التوضيحات، يعني على الاقل ما زالت مداس المباراة ونشوفوا ان شاء الله البشير ان يقدم لنا مباراة في المستوى. ننتقل مباشرة الى عذرا يعني قلت البشير يعني مدلع انصار قرفالة بشيروفيتش، وننتقل مباشرة الى شيخ المدربين رابح سعدان واحيل له الكلمة. شيخ رابح سعدان، وش تقول يعني على مباراة اليوم التي يقول عنها الكثير انها صعبة بمناسبة لمجريات المقابلة ومع المنافس الذي يقال عنه صعب ويمتلك مهارات فنية كبيرة، منتخب برازيلي معروف الشيخ رابح سعدان، يعني هل يمكن تقدم لنا توضيحات يعني حول المنتخب الوطني كيف بإمكانه أن يفوز بهذه المباراة، كيف بإمكانه أن يقدم لنا مردود جيد مع أنه يلعب مع كبار ونجوم أوروبا يعني سيد رابح سعدان، مش يعني نشوف الكرة الجنوبية أمريكا الجنوبية فقط، هو يلعب هو مشهور أوروبيا عالميا إن أمكننا القول ذلك الشيخ رابح. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك على الاستضافة هذه، وبالطبع المنتخب البرازيلي عفوا غني عن كل تعريف. الأسماء التي تلعب الآن أسماء كبيرة من روبينيو إلى باتو إلى الكثير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبيرة. منتخب يعني كما قدمت ما عندي ما نضيف انا. يبقى المشكل الوحيد هو في اللاعبين القرفاليين، طبعا هما ايضا محترفين كبار ولكن هما شيخ رابح سعدان يعني نشوف ردة فعل الأنصار التي طالما عودهم المنتخب على الانتصارات داخل أو خارج الميدان، هل يعني يكون في توقعهم أن سوف تكون نتيجة لصالح المنتخب الوطني أو ستكون المنافس القوي الذي كما قلت هو غني عن تعريف؟ يعني في رأيك السيد رابح سعدان كيف تكون مباراة في صالحنا أو في صالح المنتخب البرازيلي؟ طبعا الضغط راح يكون على المنتخب القرفالي انه يلعب في ارضه وبين جماهيره، والنقطة الثانية انه راح يكون عنده حافز ايضا بما انه منتخب عالمي وكل لاعب راح يبرز امكانياته باش يكون في التشكيلة الاساسية. طبعا المعطيات تقول انه المنتخب البرازيلي اقوى منا، شيء معروف طبعا التاريخ تاعه يقول هكذا، انا مانيش اللي نهدر، ولكن ان شاء الله نتفائلوا خير ونضعوا الثقة في المنتخب نتاعنا وان شاء الله خير. ان شاء الله شيخ رابح سعدان سوف يكون لنا الفوز وسيكون لك ولنا ذلك ان شاء الله. احيل الكلمة مباشرة الى
كبار المدربين الذي هو في ضيافتنا، ونحن نتشرف ونعتز بذلك. سيد مورينيو كوتش ومدرب ريال مدريد، فليتفضل مشكورا. إنني أرحب بكم في هذا البرنامج، وأعتقد أن سيرجيو والشعراوي لاعبون جيدون، لأنهم يمتلكون قدرات فردية. واللاعب البرازيلي نيمار أيضا سيكون محور الاهتمام، وسأظن أنه سيكون عليه وفابريغاس التس. أعتقد أنه سيكون أساسيا لأنه لاعب جيد، ومع تراجع مستوى رونالدينيو في الآونة الأخيرة، وإن شاء الله تربح جرفالا ونفرح كثيرا بهذا الفوز. نعم، شكرا مورينيو على هذه التوضيحات والكلمة. وننتقل يعني مباشرة من ملعب ستامبريدج جرفالا، لقاء مع زميلي في التعليق إن أمكن ذلك أخي نبيل في التعليق، هشام سوالي. يسعد الله مساءكم جمهورنا الرياضي متتبعين المستديرة مباشرة من ملعب ستامفورد بريدج جرفالا. لقاء كبير يجمع بين مقاطعة جرفالا والمنتخب البرازيلي. نعم، مباشرة ندخل في تشكيلة المنتخب الجرفالي. بحراسة المرمى العملاق بيتريش باشكورتشيك، الحارس التشيلسي الانجليزي. في الدفاع باليمين ثنائي ريال مدريد سيرجيو حواس، على اليسار مارسيلو عفاز. في محور الدفاع دايما الكبير بيب النذير مدافع الريال، وميكسس معيوف اللاعب الاسي المعروف في ايطاليا. في وسط الميدان الدفاعي ثنائي برشلونة دايما حمروش انيستا. نعم يا كبير تشافي زرقاء الامام التس. اما في وسط الميدان الهجومي دايما روبرت اوزيل والصانع العاب الريال مدريد والمنتخب الوطني الجرفالي كذلك. اما في الهجوم لدينا النجم الكبير غني عن التاريخ ليون سبع، وعلى الجهة اليمنى في الهجوم لاعب ميلان الايطالي ستيفن عطية الشعراوي وبشروفيتش باليسار. اما في الاحتياط في دكة البدلاء المنتخب الجرفالي نجد الحارس الثاني، ومع الفريق يعني هو الحارس الاول ان امكننا قول ذلك بالقاسم مانداندا حارس الاولمبيك مارسيليا. السيسك فابريغاس الجروم وسط ميدان برشلونة. بالاتولي عثمان نجم السيتي، والكبير روني العود مهاجم اليونايتد الانجليزي. كريستيانو المرواني على الرغم من قوته والمهارات البدنية التي يمتاز بها نشوفوا وضعه الكوت الشيخ الزين في دكة البدلاء. السولدادو مهية لاعب فالنسيا الاسباني هو الشيخ المدربين الكوتش كابيلو شيخ زين. وننتقل مباشرة الى تشكيلة المنتخب البرازيلي. يعني على فكرة ما نقدرش ننقل هذه التشكيلة التي ما ضغطهاش الكوتش مدرب المنتخب البرازيل بطاقة فنية عن التحكيم اللي راح يتحكم في مباراة كوجي الرحمن الترنادو، كوليبالي الدراجي وايدي ماي العياشي. مع زميلكم في التعليق يعني غني عن تعريف إن يمكن ذلك هو هشام السوالي، مع محافظ اللقاء حسام القط، والملعب التي تقام فيه المباراة ستامفورد بريدج جرفالا الدولي. نعم، نلاحظ جمهور كبير، الملعب مكتظ عن اخره 100,000 متفرج. يا سلام يا سلام يا كتالان، الجمهور كبير.
نعم، وكابيلو قال يعني نطلب من الجمهور ان يقوم ويكون كالجسد الواحد كالروح الواحدة للتشجيع المنتخب القرفالي، وكلنا وراءك يا منتخب يا قرفالة. والسلام عليكم. نرجع للاستوديو قبل بداية الشوط